بعد ما خلصت فيلم طباخ الرئيس نال استحسان الناس، قبل ما يتعرض بشهر أطول مريض يقعد في الغيبوبة، شهرين في غيبوبة. أتخن مريض بيقعد 10 أيام، أنا شهرين. شهرين موت. غيبوبة يعني موت. الغيبوبة دي بعيد عن السامعين موت. الدكاترة يقول لك ده موت مؤقت. فاضل بقى إن الروح تطلع للي خلقها. حاطط أجهزة التنفس كلها فيا، يخشوا يبصوا عليا عايش، أوكي ماشي. قريت خبر وفاتي في الجورنال، لقيت العنوان فوق وفاة الفنان طلعت. خسيت كام كيلو؟ أكتر من 50 كيلو. أنا كنت لما بعطش بيجيبوا لي سبراي مية أحطه على شفايفي بس عشان أحس بطعم المية، لأن كان في شلل في كل أجزاء الجسم. ابتديت أتحسن شوية وابتديت أعمل علاج طبيعي. قاعد في المستشفى لوحدي في اوضتي، قدامي ازازه ميه متر من الكبيره دي، عماله تبص لي، عماله تغازلني، وشربت منها هموت. رحت متعكز وقايم ماسك الازازه، قلت يا رب انت عدتني من حاجات كتيره، انا عبدك وعطشان، هشرب. لو عايز تاخدني خدني، مش هبقى زعلان. لو عايز تسيبني سيبني. كان معايا عصام مدير اعمالي، طلعته بره عشان ما يشوفنيش ان هو متوصي ان انا ما اشربش او اكل. مسكت لتر المي شربته كله، قاعد مستني ان السر الالهي يطلع. لا لا لا. والله 5 دقايق عدت انا عايش، 10 انا عايش، ساعة انا عايش. فصلت البني ادم. طب اعمل ايه بقى؟ طلبت شوربة، اكيد هتعدي الشوربة. اكلت الشوربة، قاعد مستني السر الالهي، مفيش. بعد نص ساعة دخل الدكتور، فلقى ازازة المية فاضية، طبق الشوربة قدامي، قال لي انت شربت شوربة؟ قلت له اه. ايوه. قال لي مبروك انت خفيت. ربنا ده جميل وحنين، ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا ولا بيأذي بني ادم، احنا اللي بنأذي نفسنا.